السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله بخيرين مرتاحين مكيفين. شفت موضوع أو هاشتاج يقول لك افتحوا الطرقات أو افتحوا الطريق بهذا المعنى، يعني فرصة نتكلم عن هذا الموضوع وعن معاناة المسافرين بشكل عام. يعني بالذات إنه موسم والناس بيسافروا في هذا الأيام، رمضان وعيد وأيام فضيلة. يعني هذا يسافر عند أبوه، هذاك عند أمه، وهذاك عند زوجته. كل واحد له سببه الخاص للسفر. يعني والله لو شرحت كيف ما شرحت ولو تكلمت كيف ما تكلمت لن يتم وصول الشعور والمعاناة الحقيقية إلا من قد مر في هذا الوضع وفي هذا الظرف. يعني أنت ما قد سافرت ما بيوصل لك هذا الشعور. الذي قد سافر وقد عانى نفسيا وجسديا بيهم هذا الموضوع. يعني ليش ما يتم تشكيل لجنة أو مجموعة من جميع الأطراف ومن جميع الأحزاب ومن جميع اللي في الدولة ولهم قول وشور ولهم كلمة في الدولة، اجتمعوا وفعلوا لنا حل وتسهيل وضع المسافرين. يعني بدل ما تسافر من مكان لا مكان، يعني أنت في هذا المكان وتشي تسافر لهذا المكان، تدور على البلاد كامل عشان توصل للمنطقة التي أنت تشتيها. يعني يكون المسافة 5 كيلو ولا 20 كيلو وتسافر على البلاد كامل عشان توصل. شكلوا لجنة يا جماعة الخير، بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الحزبية والتطرف وأنا على صح وأنت على غلط، أو أنا على غلط وأنت على صح. بعيدا عن هذا كله، شكلوا لجنة وسهلوا للمسافرين معاناتهم. يعني بعيدا عن أنه يقول لك أسباب أمنية، ما لنا من هذا كله أسباب أمنية. شوف لنا حل هذا الموضوع. أنا لا أفهم بالسياسة يا أخي، أنا لا أفهم بالسياسة. افتحوا لنا الطريق بس. يعني أمر بسيط جدا، افتحوا الطريق، هذا يفتح الطريق وهذا يفتح الطريق وسهلتوا. بعيدا عن المشاكل ولا خلوها على جنب، في طريقها. نستمر في المشاكل عادي، استمروا بالمشاكل براحتكم، ولكن افتحوا لنا الطريق هذا بعيد عن السياسة. أنا لا أنتمي لأي حزب للمعلومية، ما ترجع هذا يقول لك ليش تتكلم. أنا لا أنتمي لأي حزب ولا أتدخل ولا أفهم بالسياسة. افتحوا لنا الطريق، شوفوا أي حل يا أخي، شوفوا لنا أي حل. أنا مجرد مواطن الذي تحت رعايتكم أو رعاياكم. شوفوا لنا حل. تحياتنا لأي مسؤول في الدولة، كان من هنا أو من هنا. تحياتنا من أصغر جندي لا أكبر مسؤول في الدولة، من جميع الأطراف. الآن نشوف لنا حل. احنا مواطنين عاديين، يعني يا أخي احنا سطحيين ما نعرف بالسياسة. افتحوا لنا الطريق بس، هذاك يفتح الطريق وهذاك يفتح الطريق واحنا نمشي منها بس. هذا الذي نشتيه، ما نشيش منكم حاجة كبيرة والله. بداع القبيلة وبداع الصحب وبداع الأخوة والنخوة. افتحوا لنا الطرقات، افتحوا لنا الطرقات بس. هذا الذي نشتيه وهذا اللي يا أخي جتني عقدة من السفر. لما اشتي أسافر ولا شيء أذكر المعاناة ولا شيء، تجيني عقدة من السفر. ليش يا أخي؟ بسبب المعاناة التي تحصل لي بالطريق. يعني لو تسأل أي واحد ولا تقول له ايش تشتي من دولتك، يقول لك افتحوا لنا الطريق بس. هذا الذي يشتيه منكم، افتحوا لنا الطريق وسهلوا لنا نكون نسافر براحتنا يا أخي مثل كل الناس. يا جماعة بالله احنا نتعب ونتعذب. شوفوا لنا حل يا خبره. السلام عليكم. ماشي شيء أطبق قبل ما. أنا لا أنتمي لأي حزب، قلت لكم أشرجع ما بسرته ما ريته. أنا لا أنتمي لأي حزب، افتحوا لنا الطريق بس. شوف لنا أي حل بس. هذا الذي نشتيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.